تعال اقول لك ازاي تقضي اجمد يوم في اسكندريه ب 100 جنيه وبس. لايك وفولو وصلي على النبي وخليك معايا لاخر الفيديو عشان هتنبسط. اركب مشروع من مكانك واطلع على المنشيه واسال على فهمي بتاع الجيلاتي، هتلاقيه في الشارع اللي في ظهر المحكمه. المنيو عنده كبير وهيحيرك، رز بلبن وكسكسي وام علي وايس كريم وميكسات. فهمي كانت رهيبه. طلبنا الاوردر بتاعنا واللي كانوا عباره عن ايس كريم ورز بلبن وام علي. ولو انت بتحب الايس كريم زي كده تكون في علبه، انصحك تجيب كونه فاضيه هتعجبك قوي. بالنسبه للرز بلبن كان طعمه جميل قوي، كان دسم والسكر بتاعه مظبوط على الشعره. اما الايس كريم بصراحه كان عجبني جدا، احسن كتير قوي من اماكن تانية بتعمل اختراعات وافتكاسات ومكسات ويعتبر كل حاجه على الفاضي يعني. ولكن الايس كريم عند فهمي كانت طبيعي، كل حاجه طبيعي، ما فيهاش اي حاجه صناعي خالص. انا بحب الايس كريم يكون مانجا وشوكولاته، والاتنين عجبوني احسن من بعض. مع الكون الفاضيه ما اقولكوش كانت في حته تانية. ماما بس اخد البيتزا بتاعتي. مش بيتزا، دي مامة علي. ايه مامة علي. اما ام علي بقى كان الطاجن بصراحه لسه سخن ولسه معموله، طعمها عجبني قوي. حسيت ان ممكن ام علي حتى وهي ساده يعني هي طعمها حلو، لكن لو عليها شويه مكسرات كانت هتبقى احلى. فنصيحتي ليكوا اطلبوها بالمكسرات هتتبسطوا قوي. وعلى العصر بقى اطلع على بحري وانزل عند قهوه فاروق، ادخل الشارع بتاعها واسال على سوق الميدان، هتلاقوا محلات كتير بتبيع كل انواع السمك الطازه، معظمه بيبقى لسه حي. هتلاقي اسماك بحر وسمك بولتي وكابوريا وجندوفلي وجمبري. اختار بقى السمك اللي تحبه واللي تلاقي شكله طازه وحلو بالنسبه لك. وهتلاقوا معظم الاماكن هناك بتشوي وتقلي وبتعمل طواجن، وعندهم كل انواع السلطات والرز، وفاصل معاهم عادي في الاسعار بحيث ان انت توصل للسعر المناسب ليك. انا المكان اللي اشتريت منه هو اسمه اسماك الجعفري في اخر السوق، وكمان عندهم صاله لو حبيتوا ان انتوا تاكلوا هناك. انا بحب اكل السمك على البحر بصراحه، فخدت الاوردر بتاعي وطلعت على الشط. طلبنا سمك بوري مشوي وسمك بولتي مشوي وبربون مقلي وبسارية مقليه ورز وطحينه. من اول ما فتحت السمك وريحته ملت المكان، لدرجه ان القطط بتاعت الشط كلها جات لي على الريح. طعم السمك كان حلو قوي وفعلا طازه، والرز كان طعمه جميل اكنه معمول في البيت. حته سمك بقى مع معلقه رز ومعلقه طحينه جنب صوت البحر ده وخلاص. السمك البولتي اللي جبته كان وسط في الحجم وكان طعمه جميل قوي، تسويته مظبوطه وعجبني. اما البربون بقى التتبيله بتاعته كانت حكايه، طعمه كان جميل قوي وما كانش شارب زيت. بصراحه ممكن اقول عليه احلى سمك بربون كلته في حياتي. اما البسارية بقى العشق بتاعي، ده السناك اللي جنب السمك، تقدر تقول عليه يتاكل حاف زي ما هو كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتكتب لي كومنت حلو زيك وتعمل لايك وفولو، واستنوني في فيديو جديد. يلا سلام.